موبايل كل يوم، اللي بننام عليه بنصحى عليه، جايلكوا بروتين جامد جدا وكمان مشجع. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو زيكم تشجعوني بيه. وبشكر كل الناس اللي دخلت عند القناه جديده، نورتني وشرفتني على راسي من فوق. هنا بقى هنبتدي بقى اللي احنا نلم المواعين اللي انا كنت غسلاها، طبعا كنت غسلاها من بالليل. دوت طبعا اللانش بوكس بتاع الاطفال. بقى اللي انا الم المواعين الاول اللي كنت غسلاها من بالليل، عشان طبعا ما ينفعش ننضف المطبخ وفي مواعين نضيفه وكده. هنا بقى بقفل اللانشات بوكس الاول واقفل الحاجه، برص في نفس الوقت الكوبايات. طبعا هنا المطبخ عالي عليا شويه، وانتوا زي ما انتم ما شايفين انا طويله زياده عن اللزوم. بتريق على نفسي. هبتدي بقى احط بقى المواعين الوسخه في الحوض. هنا بقى هقص كيس الصابون وكده. الصابون اللي في الازازه دوت تركيبه انا كنت عاملاه بجد، التركيبه دي حلوه جدا. كيس بتجيبيه بيبقى فيه عباره عن معجون وكمان فيه بودره الصابون وكده، ب25 جنيه بس، بجد حلو قوي. بس هي كانت اخر حبه، اضطريت بقى ان انا اجيب صابون ساب وكده من بره لغايه لما اشتري تركيبه واعملها. قلت لما امشي حالي يعني مش هقف طبعا على حاجه. هنا بقى ابتديت بقى ان انا الم الازايز يا بنتي، ده انت بتشربي منها. ابتديت اللي انا اشرب. كنت في اليوم دوت كان جنبي وجعني جدا، وكنت بقى حاطه ازازه الميه قدامي وقلت ان انا اشربها وكده، عشان زي ما انتم عارفين في الشتاء مفيش حد بيشرب ميه خالص. انا واحده من الناس اللي ما بشربش ميه في الشتاء، قليل قوي يعني، كل كام يوم ممكن بقين بالكتير قوي. ابتديت بقى ان أنا اغسل البوتاجاز، والحته طبعا اللي جنب البوتاجاز دي اساسي، عشان مثلا لو زيت طرطش عليها وكده، عشان طبعا السيراميك يبقى نضيف والحاجه تبقى نضيفه. ما نركنش مره على مره هنلاقي فيه دهون وحاجات صفرة ومش هتعجبنا. هنا بقى البوتاجاز اصلا كان نضيف، اللي انا ما بستخدمش غير عينين بس، والجزء اللي ناحيه الحوض دوت على طول قافلاه. اللي احنا اصلا يعني يعتبر نفرين في الشقه وطفلين، يعني مش ما بستخدمش البوتاجاز كله لما بيكون مثلا حد عندي وكده. بقى البوتاجاز مسحه كويسه، وابتدي بقى ان انا ارص الحوامل بتاعته. طبعا للناس اللي هتقول لي وانت دي كده خلاص تنظيفه رمضان، لا ان شاء الله يعني اليومين اللي جايين مش هقدر احدد لكم يعني اذا كان بكره او بعده. هنبتدي بقى نعمل تنظيفه رمضان. طبعا انا عملت معاكم الاوضه، لسه بقى فاضل المطبخ وبقيه الشقه. وطبعا هنغسل طبعا المشيات مع بعض والسجاد وكده. ان شاء الله يعني هعمل معاكم روتين حلو جدا ومشجع. وهنعلق كمان مع بعض زينة رمضان. عايزاكم بقى تشجعوني وتدوني كده باور وتوصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. كل فيديو بنزله ببقى عشمانة في وجه ربنا، وانتوا طبعا من بعد ربنا سبحان الله وتعالى. هنا بقى خلاص بقى خلصت البوتاجاز ومسحته كويس جدا ورصيت العيون. هنا بقى كانت العين نطرت وكده. هبتدي بقى هنا هولع عود بخور. هنا بقى بقول لكم ايه، هولع في نفسي. عيد البخور يعني كان حلو بجد. العود دوت كبير، انا يعتبر ولعته على مرتين، كنت مولعه مره قبل كده وولعته برضو المره دي. هنا بقولكوا شايفين، سووا بس شويه وبعد كده طفوه. بقولكوا هنا بقى الريحه حلوه، مش عارفه بقى، كنت مش عارفه اعلقه فين، عماله اجي هنا مش عارفه. اخر ما زهقت علقته عند الشباك، والطفي بقى ينزل في الحوض وكده. ديت بقولكوا ايه، اصبر افتكر، قلة قلبي. هنا بقى كان في زيت فضيته في البتاعه بتاعت الزيت وكده، ديت انا عاملاها للزيت، بستخدمها يعني وانا بعمل اكل. هقشر بقى البصل وهفضل بقى اعيط. شوفوني بقى وانا بعيط كده، لاول مره هتشوفوني وانا بعيط، يعني خلاص بقى محدش يتريق عليا. متستغربوش انا بقشر بصل ليه. هنا بقى الفيديو شامل اللي احنا هنعمل الغدا مع بعض، وفي نفس الوقت هنروق المطبخ مع بعض. بس طبعا هنضف المطبخ الاول، بس انا قلت اقشر البصل عشان ما بهدلش الدنيا. هنا بقى شايفين شنطة الزبالة، عشان طبعا الناس ما تقولش ايه ده، هي المعفنة دي رمت عود الكبريت في الارض او مش عارفة يعني الكلام دوت. لا، هي كانت الشنطة تحتيه وانا كنت برمي فيها، يعني هي الارض نضيفة. هنا بقى بس طبعا يعني هكنسها بعد ما اخلص يعني بقى وكده. جبت بقى الاسبونشة وابتدي بقى ان انا اغسل الرخامة لغايه بقى لما اغسل الرخامه. لو وصلتوا الحته ديت عايزاكم بقى تكتبوا لي كومنت حلو زيكم تشجعوني بيه، وتعرفوني اللي الفيديو عجبكم، عشان طبعا انا هعرف اللي الفيديو عجبكم ازاي لما تكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم. سواء بقى الفيديو عجبكم او مش عجبكم عرفوني في الكومنتات، عشان طبعا انا ايه، زي ما بيقولوا ان انا اغير من النظام، مثلا لو في حاجه مش عاجباكم كده انا اغير منها. هنا بقول لكم شايفين عينيا، على فكره يعني كويس اوي لو مثلا حد قال لي مثلا ظبطي التصوير او مثلا اعملي كذا، لا بالعكس انا مش هزعل، بالعكس هفرح جدا، عشان أنا طبعا عارفه ان انا ورايا جمهور كبير، وان شاء الله يعني بيكوا هكبر اكتر واكتر. هنا بقى خلاص خلصت الرخامه، وطبعا اهم حاجه ننضف الدنيا كويس عشان لما نيجي نعمل الاكل تبقى راحتنا النفسيه مرتاحه، ما تبقاش الدنيا حوالينا مكركبه.
كنت بقى عماله بقى اشرب في ميه. قلت بقى لما اغير المفرش اللي انا حاطاه على الفرن، انا حاطه مفرش على الفرن عشان ما بستخدمهوش، يعني فين وفين لما باجي استخدمه بشيل المفرش وكده، بس الحاجه اللي انا مش بستخدمها كتير حطها على الفرن من فوق عشان ايه الرخامه ما تبقاش مكركبه قوي. بمسحه بقى طبعا حلو يعني وكده. هنا بقى اللهم صل على النبي بتاعه الخشب وقعت، غيرت بقى المفرش وفرشت مفرش افتح. انا بحب اصلا اللون الابيض قوي، يعني ان شاء الله ان شاء الله لما ربنا يفرجها هعمل معاكم تغييرات حلوه وان شاء الله هتعجبكم. هنا بقى خلاص رصيت الحاجه على الفرن، هروح بقى للمواعين. هنا بقى ابتدي اشطف الصينيه وهشطف المواعين الاول. طب انت ليه بتشطفي المواعين الاول؟ عشان لما بتشطفي المواعين الاول كل الحاجات اللي فيها بتنزل وما بتوسخيش الصابون ولا حتى الاسبونشه اللي انت بتغسلي بيها. كمان هغسل كمان الحوض بس بعد ما اشطف المواعين كويس قوي. طبعا زي ما انتم ما شايفين شكل الحوض عامل ازاي، ما ينفعش طبعا نغسل وشكل الحوض يبقى كده. هنا بقى هبتدي بقى الم الحاجه اللي في الحوض وبعد كده بقى هغسله غسله كويسه، وبعد كده هرجع المواعين تاني وابتدي ان انا اغسلها. هكون برضو ايه هنغسل على نظافه وهنبقى ضامنين المواعين بتاعتنا بتلمع. انتوا دلوقتي هتشوفوا الكوبايه وهتحكموا بنفسكم. هنا بقى هبتدي بقى ان انا اغسل الحوض حلو دوت. كان فاضل حبه صابون في الكيس وكده سبتهم عشان كانت اللذيذه اتملك على الاخر. تعالوا بقى شوفوا اللذيذه دلوقتي هتلاقيها بقت خلاص قربت تخلص. بستخدم كميه صابون بطريقه فظيعه قوي، عشان كده بحب ان انا اعمل على طول التركيبه. زي ما انتم عارفين طول ما احنا معانا اطفال 24 ساعه لقينا مثلا بنعمل حاجه على النار، لا اما مثلا في المطبخ لا اما بنروق وراهم. المهم ان احنا ما بنقعدش، بس احنا ايه اللي جبناه لنفسنا، بس سنه الحياه حاجه ما فيش مفر منها. هنا بقى ابتدي بقى انا اصبن المواعين، وطبعا في نفس الوقت ايه غسلت الحوض، والحوض بقى ايه بيلمع كده بيبرق زي ما بيقولوا. شطفت بقى المواعين كويس. هوريكم بقى الكوبايه دلوقتي. بجد التركيبه دي حلوه جدا، لا جربوها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بقول لكم شكل الكوبايه حلو جدا. عايزاكم بقى تعرفوني في الكومنتات كمان اذا كان الصوت بيبقى عالي ولا واطي، عشان عندي السماعه بايظه شويه. بتبقى بالنسبه لي وانا بتفرج على الفيديو حاسه ان الصوت واطي شويه. عايزه اعرف عندكم بيبقى واطي ولا هو بيبقى عالي، عشان مثلا معلش صوتي اكتر وانتوا كمان ايه تتخضوا يعني وكده. اكيد فاهميني يعني. هبتدي بقى انا نشطف حبه المواعين، ولغايه بقى لما نشطف حبه المواعين تعالوا بقى نشوف هنلغي في ايه. عايزاكم بقى يعني بصي يعني كل بقى اللي وراها بقى حاجه بقى تقوم تعملها، اللي وراها حبه مواعين، اللي وراها مثلا اوضه وسخه، اللي وراها سجاده عايزه تتغسل، قومي يلا كده بقى تشجعي وبطلي كسل. هنا بقى خلاص بقى نضفت الحوض زي ما انتم ما شفتوه. هنبتدي بقى نقطع البصل مع بعض، وهنا بقى العياط اللي بجد لغايه بقى لما نقطع البصل هنشوف هنعيط قد ايه. عايزه بقى اقول لكم على حاجه، الفيديو اللي هينزل بعد دوت يعني مش عارفه اقول لكم عليه ايه، بس بجد يعني مش عارفه خليه مفاجاه يعني. يعني لا 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 مبالاة يعني. بص انا دلوقتي اي حاجه اللي هي حاسه اللي هي تعجبكم بقيت اللي انا اصورها، حتى الصراحه لو كانت هايفه يعني انا شايفاها اللي هي مضحكه وممكن تبقى بالنسبه لكم هايفه، بس ان شاء الله هتعجبكم يعني. هنا بقى خلاص بقطع تاني بصله، بس كنت خلاص بقى جبت اخري. يعني بجد البصل دوت عدوي عدوي في الحياه، سواء بقى في الكبه يعني حتى لو عملته في الكبه عشان كده عملته على ايديا. ما باجي افتح الكبه بفضل برضو اعيط في هذا النظام، في الاتنين بعيط سواء في الكبه او على ايديا. قلت بقى بدل ما اوسخ الكبه يبقى اقطعها على ايديا وعيط عيط بالمره. هنا خلاص كنت يعتبر قربت اخلص. بقولكوا شايفين عينيا بقى البصل على نصين، يعتبر بصلايه للصلصه وبصلايه للبانيه. انا النهارده هعمل مكرونه وبانيه، بس بجد هتاكلوا صوابعكم وراها. مش قادره اقول لكم نفسي في الاكل تحفه ان شاء الله ان شاء الله. يعني هيجيلكوا يوم وتدوقوا الاكل بتاعي بجد، وانتوا اللي هتحكموا مش شرط انا اللي احكم يعني. هنا بقى خلاص بقى حطيت بصلايه وكيس كاتشب، وحطيت كمان بيبسي رمان. معلقه بيبسي رمان دي تحطي معلقه كبيره على نص كيلو بانيه، بجد هيدي للبانيه طعم حلو جدا. هبتدي بقى هنا اللي انا اقفلها، وكمان هحط ملح طبعا الملح حسب الرغبه، وهحط فلفل اسمر، وهحط كمان كاري، وهحط ايه تاني، وهحط بصل بودر. هنا يعني بشوف الكاميرا اللي انتوا يعني شايفين المكونات ولا لا. وهحط ايه تاني، فكروني فكروني. ما لقيتش حاجه احطها، لا حطيت السبع بهارات. هبتدي بقى اللي انا اقلبه كويس قوي بس في اللحظه دي بقى بايديا، طبعا عشان ادخل المكونات كلها ببعض واخلي البانيه يشرب من التوابل والمكونات اللي انا حطيتها كويس. تبقى تك على البانيه. اتحداكي لو البانيه انت بتعملي كل مره يطلع معاكي بالحلاوه ديت، بجد الفحميه بتدي للبانيه طعم جامد جدا. بتبقي كده مش عارفه بتاكلي اذا كان بانيه مشوي او بانيه مقلي، بجد بيبقى الطعم تحفه. جربيه وبجد هتدعيلي، استحاله تدعي عليا. هنا بقى هاخد قرن فلفل وهقطعه على البصلايه وهي بتتشوح.
هنا بنعمل صلصة الطماطم، بس لازم بتكة الفحم على البانيه. بجد الفحم بيدي للبانيه طعم تحفة جدا، وهيطلع معاكي تحفة حتى لو انتي عازمة ضيوف. بجد هيدعولك، وكمان هياخدوا الوصفة منك وهم ماشيين. هنا بقى هسيب البصلاية تتشوح على النار يا دوب اللي هي تدبل. هنا خلاص بقى كانت يعني سبتها لمدة ربع ساعة. دخلت بقى البانيه التلاجة. انا كنت هنا بجهز الاكل عشان كنت نازله. اي واحده فينا رايحه مشوار وجهزت حاجتها وسابت بيتها نضيف، استحاله جوزها يقول لها ما تروحيش في حته. عشان كده قبل ما تنزلي من البيت نضفي بيتك واعملي اكلك وروحي مطرح ما تروحي. بجد مش هيبقى في حجه لجوزك يقولك لا، كمان ما تمسكوش غلطه عليكي. هنا بقى يعتبر انتوا عارفين انا رحت فين. الفيديو دوت بقاله يومين متصور. انا يعتبر كنت نازله مع صاحبتي رايحين نشتري الزينه بتاعه رمضان. صدفه اللي انا طبعا صورت لكم فيديو لزينه رمضان وفيديو كمان للمطابخ. بجد الفيديوهين كانوا حلوين جدا، بس الفيديو دوت كان متصور قبليهم. حبيت الاول ان انزل لكم الفيديو بتاع المطبخ، وبعد كده نزلت لكم الفيديو التاني بتاع زينة رمضان، وده يعتبر الفيديو التالت. بس بجد المطابخ كانت تحفة. اللي ما شافش فيديو المطابخ يخش هيلاقيه الفيديو اللي قبل دوت، وكمان فيديو زينة رمضان. الفيديوهين قبل الفيديو دوت على طول. بجد الفيديوهين احلى من بعض، سواء المطابخ او سواء كمان الزينة بتاعت رمضان. انا ما كنتش عاملة حساب ان انا هصور، بس سبحان الله يعني الموضوع جه بالصدفة. بس بجد انا مش ندمانة، عشان بجد الحاجة تستاهل ان انا اصورها. هنا دوت كان شكل البانيه. كنت بقى هنا بقى جيت بالليل بس غيرت هدومي ولبست نفس الهدوم اللي كنت مصورة بيها الفيديو في الاول، عشان ايه ما تستغربوش. ورحت بقى جبت بطاطستين، هو بس بطاطستين على القد للاطفال، ورحت مقشراهم. هنا بقى كان ابني بقى بينولي الحاجة، كان لسه بقى جوزي ما جاش وكده. دخلت بقى كنت بقى مشغلاه معايا. دخل بقى جاب لي دقيق، وبعد كده جاب لي بضايه وجاب لي معلقه. يعني احلى حاجه ان انت تخلي عيالك يساعدوكي في البيت، حتى لو الاطفال صغيره عوديهم من صغرهم اللي هم يساعدوكي. يعني انا ابني عنده 5 سنين ونص، بس معوداه اللي هو يساعدني. مثلا لو بعمل حاجه بيساعدني، مش عيب على فكره، سواء واد او بنت لازم تعودوهم. هنا بقى كنت خلاص مقشره البطاطس. هنا كان عمال يقول لي انا عايزه اطلع معاكي. عماله اقول له اصبر عشان خايفه عليه يعني الطاسه يعني تقع عليه وكده. عمال له لا انا عايزه اطلع معاك. قلت له خلاص، وانا يعني لما اجهز الاكل هطلعك، هتشوفوه بقى في الاخر. ولو حابين اللي هو يطلع معايا تاني اكتبوا لي في الكومنتات، وهطلع لكم بقى مالك ومالك معايا. هتبص هتموتوا على نفسكم من الضحك. هنا بقى حطيت معلقه كبيره من الدقيق، وحطيت بيضايه، وكمان حطيت حبه لبن. بس سامحوني يعني اللبن ابني فضاه. كان مستعجل وكده، راح حطه. حطيت ربع كوبايه من اللبن، حطيت بضايه، وحطيت كمان معلقه كبيره من الدقيق. ورحت اللهم صل على النبي حطيت رشه من الفلفل الاسمر دوت. فيجيتار بجيبه سايب عادي من عند العطار، سواء بقى فيجيتار بقسماط. اهم حاجه نوع الفيجيتار اللي انت هتجيبيه يبقى نضيف، سواء بقى سايب او مقياس من السوبر ماركت، يعني ايه حسب اللي انت حباه. هنا بقى هبتدي انا اعمل الكفر كويس جدا. طبعا لو احنا حطينا البيض لوحده هياخد مننا بيضتين او 3 النص كيلو. لا انا بفضي كل حاجه على بعض وبقلبه كويس. او بعد كده ببتدي اللي انا اعمل الكفر بقى كويس بالفيجيتار. واهم حاجه وانت بتعملي الكفر تدوسي عليه عشان البانيه يتشرب من الفيجيتار كويس جدا. هبتدي بقى اللي انا اعمل الكميه كلها، وبعد كده بقى ايه ارجع لكم. حطيت بقى الطاسه على النار، سواء بقى طاسه البطاطس او حتى الطاسه بتاعه البانيه. هبتدي بقى انا احط زيت هنا وزيت هنا لغايه لما البطاطس تتقلي. هكون انا ايه خلصت البانيه، هسيبه بقى اللي هو يسخن شويه، واقلب المكرونه. فضيت الصلصه على المكرونه. طبعا خلاص يعني الاكل كله كان جاهز، كان يا دوب بس ايه على التشطيب. هنا بقى دقتها بقول لكم حلوه جدا. نزلت بقى بالبطاطس. انا بقى بقلي البطاطس، هقلي كمان البانيه، وخلاص حطيت الصلصه على المكرونه. يعتبر ايه خلصت. هنا بقى اوريكم قطعه البانيه. بقولكم الفيجيتار متمسك جدا، عشان وانا بعمل الكفر كنت بدوس على الحته جامد. طبعا لو ما دوستيش جامد الكفر هيقع لا الموضوع مش هيعجبك. خلي النار ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي، عشان ايه لو خليتيها واطيه قوي البانيه هيشرب زيت، وكمان الكفر هيقع. لو خليتيها يعني خليت النار عاليه جدا البانيه هيتحرق منك وهيبقى ني من جوه. يعني خلي النار مظبوطه. ايدي بقى في كل الاكل عشان خلاص كان يعني ولادي بيفرفروا بيقولوا لي خلاص يا ماما مش مستحملين. هنا بقى شايفين قطعه البانيه بجد والله الكاميرا ظالمه اللون حلو جدا دوت بقى مالك ابني. عايزاكم بقى بصي هنا بقولكم دوسوا لايك. عايزاكم بقى توصلوا في ده الاكبر عدد من اللايكات عشان خاطر مالك. اللي يوصل للحته ديت يكتب لي في الكومنتات اطلع مالك معايا تاني ولا لا، ويقولوا له ايه رايك في الاكل يا مالك، وهو هيرد عليك بصراحه. انا يلا هرد. كده وكده. هنا بقى كنت انا بدوق الاكل، وبجد والله كانت المكرونه طعمها تحفه. هنا بقول لكم ديت البطاطس اللي انا ما تعبتش فيها، يعني قطعتها بس. هنا بقى هو بدأ البطاطس بيقول الله طعمها حلو. بقول له انت بتضحك عليهم، انا ما تعبتش فيها اصلا. شايفين البانيه لونه ذهبي والله، والكفر جميل والله مش قادره اوصف لكم على طعمه تحفه. هنا شايفين بيقول لي الله.
اتمنى بقى يكون بقى الفيديو عجبكم ويكون كمان خفيف على قلوبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو اذا كنتوا تشجعوني بيه. ولو عجبتوا فيديوهاتي عايزاكم تشجعوني كتير كتير كتير. بحبكم جدا في رعايه الله.